بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم. هتكلم النهارده عن حال الدول العربيه التي لا يرثى لها، وامريكا اللي كل شويه بتتلكك لينا، وبدات بالعراق ويا عالم مين عليه الدور. انا شاعر انها بدات تقصقص ريش العرب. ما اقدرش اقول غير لا تأسفن على غدر الزمان لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب. لا تحسبن برأسها تعلو على أسيادها، فالأسد أسد والكلاب كلاب. تبقى الأسود مخيفة في أسرها، حتى وإن نبحت عليها كلاب. تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضان تأكله الكلاب. نعم، هذا هو حالنا الآن، وللأسف أصبحنا هكذا. أصبح الشجاع المقدام متهورا، أصبح الكريم الشهم المخلص غريبا، أصبح الشريف النزيه فقيرا، أصبح المحافظ على عاداته ودينه رجعيا، بينما صار الانتهازي ذكي يعرف من أين تؤكل الكتف. وصار مبدأ المصالح هو أساس الحياة، وصار المنافق والكذاب سلعة مطلوبة جدا، وصار الشيخ هو صاحب النفوذ والمال، وصار المتحرر المقلد لكل ما هو غربي متصورا فاهما للحياة، وصار المرتشي واللص والمرابي يجلس وسط المجلس ويتحدث باسم الشعب بزهو وكبرياء وكأنه أبو زيد الهلالي. ما اقدرش أقول اللي بيحصل في الدول العربية واللي بيحصل في مصر غير لما يبقى الشعب عاطل، لما يبقى الحر قاتل، تبقي انت ام ظلمه والقانون جواكي باطل. اتمنى ان الرساله تكون فهمتوها وقرأتوها من بين السطور. اشكركم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. شاهر مرسي.